نتوجه مباشرة إلى أقصى الشمال، إلى قرية الجش التي لا تزال تعيش في حالة من الذهول بعد أن صدمت من الإعلان عن العثور على جثة الشابة يارا أيوب البالغة من العمر 16 ربيعا. اختفت آثار هذه الشابة منذ مساء يوم الجمعة. جرى البحث عنها بصورة مكثفة حتى جاء الخبر المشؤوم. ونحن نريد أن نتحدث إلى صديقة يارا، نور زيدان، معنا الآن. نور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تعرف في هناك تضارب بالأنباء وتضارب في القصص، قصص كثيرة ويعني مجموعة كبيرة من الروايات ترد إلينا، تصل إلينا إلى هنا إلى الاستوديو وإلى كل مكان في هذه البقعة من الدنيا. يعني قصص كثيرة حول يعني الملابسات والحيثيات، متى اختفت وكيف اختفت وأين كانت وأين وجدت. على كل حال يعني كما فهمت أنت صديقة ليارا. مظبوط. يوم الجمعة تحديدا كان في مناسبة معينة؟ كانت جاي تعيد علي، تعمل لي مفاجأة هي شخصية. كان عيد ميلادك؟ فكانت تعمل لي مفاجأة، فتواصلت مع أمي وخبرت لها إنه ما أطلعش من البيت. وحكت لها بساعة معينة هي رح تكون عندنا. اوكي. وبعد ذلك تأخرت وما عادش في خبر عنها، إنه أهلي صاروا يتواصلوا مع أهلها وما فيش أي أخبار، لا هي عندنا ولا هي ببيتها. انقطعت أخبارها فجأة. انقطع أي اتصال معها؟ كان بحوزتها مثلا هاتف نقال؟ تليفونها كان مسكر. في هاي اللحظة كان تليفونها مسكر لما حاولتوا تتواصلوا معها؟ اوكي. اجتمعتوا انت وصديقاتك في المنزل في البيت عم تنتظروها؟ لا، الاشي كان انه هي جاية عندي لحالها. بعد ما تأخرت شو يعني صار في عندكم شكوك معينة بعد ما تأخرت، ولا كان الأمر عادي بالنسبة لكم؟ أكيد صار في شكوك وقلق كتير يعني. مش يعني الاشي ما كانش متوقع يعني. اوكي. تواصلنا مع الأهل، والإشي إنه الخبر انتشر إنه هي مفقودة ومش هي خرجت من البيت، من المنزل اللي تسكن فيه باتجاه المنزل اللي تسكنين فيه أنت، وبالطريق دخلت إلى كما فهمت إلى فرن، إلى مخبز. أيوة مزبوط. فأثار عنا بحالة من الشكوك كثير، والإشي ما كانش متوقع، وتواصلوا مع الشرطة وخبروهم، والإشي انتشر بكل البلد وصار الإشي جدي أكثر. هذا اللي صار. يوم الجمعة وصلنا الخبر. يوم الجمعة مساء بعد الظهر؟ مساء. ومبارح وصلنا خبر وفاته. انتوا في الصف العاشر؟ 11. الصف 11. هي صديقة مقربة منك؟ كانت تحكي لك عن أمور مثلا معينة خاصة فيها؟ إذا كانت تخشى شيئا معينا، كانت تخاف من شيء معين؟ كانت تحكي لي بعض الأمور. أنا بتذكرش ولا مرة أنا حكت لي عن إشي هالقد ممكن يعني أنا بهالحالة مثلا، أو بحالة لما كانت ضايعة أو مفقودة. ما بتذكرش إنه كانت تحكي لي إشي اللي ممكن أخبر عنه اللي ممكن كان يساعد. وبعد موت الخبر انتوا في الصف اليوم طبعا في إضراب، ما دخلتوا للمدرسة، ما رجعتوا للمدرسة. كيف يعني يشعر أهل الجيش، وكيف يعني يشعر أبناء صف يارا يعني إزاء هذا الخبر؟ كلياتنا بصدمة كتير كبيرة، ما حدا كان متوقع، والإشي كتير قريب مننا صراحة. كنا دائما يعني نسمع عن الإشي يعني إنه بلدان تاني أو هيك، بس بحياتنا كلياتنا ما تخيلنا إنه الإشي يصير قريب مننا، وخصوصا مع يارا. يعني كانت يعني تعيش الحياة بصورة عادية؟ كانت مرحة؟ كانت تشارك الصديقات والزميلات الأفراح والمناسبات بصورة عادية؟ أكيد
كانت تحب الحياة وكانت مميزة، كانت معطاءة وتحب الكل. كيف تشعرين انه يعني انت كنت لازم تلتقي فيها في تلك اللحظة ولم تصل الى المنزل واختفت فجأة؟ عم بشعر بخيبة امل يعني تجاه كل اشي عم بعيشه، تجاه مجتمعي وتجاه بلدي وتجاه اي حدا. هي اول مرة يحصل الامر كهذا؟ بالنهاية اكيد. تفضلي. اول مرة يحصل الامر كهذا في الجيش، يعني انه طالبة او صبي فتاة قتل اول مرة في والحفلة لم يعني تتم. كان المفروض انه كان يكون عندك احتفال بمناسبة عيد ميلادك، لكن هذا الاحتفال لم يتم بسبب عدم وصولها للمشاركة. نور زيدان، صديقة يارا أيوب التي عثر في الأمس على جثتها بعد اختفائها لمدة 3 أيام. طبعا نرجو أن تكون هذه آخر الأحزان وآخر طبعا جريمة ترتكب بحق فتاة أو ترتكب بحق امرأة لا ذنب لها. يعني لا أعرف يعني بالفعل يعني تساؤلات الوالد وتساؤلات الأهل، من الذي اقترف هذه الجريمة النقراء ولماذا أصلا اقترفها؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الدوافع؟ يعني كيف سولت له نفسه بأن يقوم بارتكاب مثل هذه الفعلة النقراء؟ هذه أسئلة كثيرة تطرح من قبل الأهل، من قبل العائلة، من قبل الوالد والوالدة، لا يمكن أن نجيب عنها. نحن طبعا الأمر متروك للشرطة للتحقيقات وما تسفر عنه هذه التحقيقات. نور زيدان، شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا احنا بنعزيك وبنعزي كل السكان والمواطنين والصديقات والاصدقاء والمربين وكل الهيئات التدريسية في قرية الجش. شكرا. الى اللقاء.